يعني الذي يعني قتلوا مجموعة من الإخوة واصطابوا مجموعة وما يبقي إلا أقل من 15. وين تقوى الله؟ أنت عندك أعمال، أولئك عندهم أعمال. بعض الإخوة عندنا مدير مدرسة وترك المدرسة وأهلها بدون إذن، ولا استأذن من أحد ولا أخذ إجازة، وجالس معنا في الجبل. والله أن أخ عندنا مدير مدرسة ما أخذ حتى إجازة، وأخ ثاني مدرس ما أخذ شيء، وجالسين ومرابطين. وعندنا أولاد صغار وجالسين ومرابطين. وبعض الأخوة يعني يقول لك إن شاء الله نأتيكم. أنا ما أريد أن أحد أبدا يتصل على الأخوة يسأل عن أحوالهم، ما يصلح هذا. تسأل عن أحوالهم كأنك واحد غريب، كأن الدعوة ما تهمك، كأن الإسلام ما يهمك. والله ما تموت ولا يكون فيك يعني مقدار شوكة إلا إذا كتبها الله سبحانه وتعالى. أنا لي شهرين في الجبهة ما أصابني شيء، ولكن إذا كتب الله شيء لابد منه. ووقع لي الحادث هنا في السوادي بعد ما آمنا، خرجنا من الحوثيين الحمد لله آمنين، قلنا على البلاد، وربما ما يعني نجونا إلا بإرادة الله، وإلا قلنا بنخرج لحم بعدها يعني ما تقلبنا. والله ما أني قلت بخرج راسي وحدها ويدي وحدها على ما رأيت أنا أنظر السيارة تقلب فيها. فالإنسان يا أخواني يحمل هم دين، يحمل هم دين، وينتبه، ينتبه من الإثم. المسألة ما هي أنها مسألة أن الذي عنده قدرة يذهب، لا والله. الذي هناك ربما أكثركم أحسن منهم حالا، وأحسن منهم من ناحية يعني مادية، ومن ناحية يعني كفاءة في قتال وفي غيرها، ومن ناحية راحة. ومع هذا جالسين لك. لو رجع إلى أولئك العشرة، طيب أصحاب لو در منهم 10 أصحاب فلان من 10 ورجعوا، والذي قد قتل والذي أصيب. ولمن نترك الرافضة يعبثون بأهل الإسلام؟ والله ما فتح الحصار على دماج إلا بقاء تلك الجبهة في مكانها. فقدروا لهذا الأمر قدره، وكل إنسان يتحمل المسؤولية أمام الله. المسألة ما هي سهل، المسألة ما هي سهل أقول لكم. لا يحسب الإنسان أن المسألة الحمد لله الأخوة كافين هناك. طيب أخله 3 أشهر وأهله هنا بدون مصاريف، كيف يفعل في نفسه إذا ما رحت أنت تعينه وتجلس بدله هناك علشان يقضي أموره ويرجع؟ كيف يستطيع أنه يجلس؟ كيف يستطيع أنه يجلس؟ فالإنسان ينتبه يا أخواني، انتبهوا يا أخواني. لا تنزل علينا تلك الآيات إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. الله ما يضره شيء. ولو لم تنصر الدين نصرها الله ونصرها بغيرك، وتوليت سيبدل الله خيرا منك، لكن يخشى عليك من عذاب الله ومن عقابه. فالإنسان يتقي الله، يتقي الله جميعا. انظر ما أكثرنا، انظر ما أكثرنا في ذاك الجبل. نحن ما معنا نصف هذا المجموع، نصفه ما هو موجود. طيب نحن أمام يعني مدافع، أمام رشاشات، أمام، فلا بد أن يعني نقوم بقوتنا أمام أعدائنا. لا نتخاذل أبدا. لا أحد يرسل فلوس، لا أحد يرسل سلاح. الذي يريد أنه يذهب بنفسه. السلاح سيأتي موجود، والذخيرة موجودة، والأكل موجود، لكن نريد أناس رجال يقومون بهذا الأمر. هذا واجب يا أخواني، هذا دين. والله لو كسر الإخوة هناك لكسرنا في كل مكان، ولداس أهل الباطل على وجوهنا في كل مكان. ما تستطيع أن تقول كلمة الحق، والله ما تستطيع تخطب ولا تحاضر ولا تحضر محاضرة. لا تظن المسألة السهل، لا تظن المسألة السهل. الرافضة ينتشرون في كل مكان، وأهل الباطل ينتشرون في كل مكان، وسنندم والله سنندم. وربما عاقبنا الله ولو كنا آلاف الناس، ربما عاقبنا الله إنما نصرنا دينه. الله يختبرنا ويبتلينا ذلك. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إنما يبلو الله بعضنا ببعض، وإلا الله ناصر دينه. الله غني عنا، الله غني عن مجاميعنا، والله غني عن قوتنا، والله غني عن ما نملك وما نفعل. الله غني عنا جميعا، لكن الله ابتلانا بمثل هذا ليرى من الذي ينصر دينه، من الذي هو حريص على دين الإسلام، من الذي هو حريص على أن ينصر محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وأزواجه رضي الله عنهن. فلنتق الله جميعا، نتق الله جميعا. كل إنسان عنده عمل، والله أن هذا الأمر أنه أهم منه وأعظم منه.
والله أنه أهم منه وأعظم منه. ووالله أن عندي لو أني مكسر من أعلى رأسي إلى أسفل قدمي، أن عندي لا يزورني أحد ويذهب الجبهة أحسن لي، ولا يدخل علي واحد. يذهب هناك يعين إخوانه، يذهب هناك ينصر إخوة ينصرون الله وينصرون رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الذي يهم، هذا الأمر الذي ينبغي أنه يحمله الإنسان ويكون عنده له يعني هم عظيم. ما هو إذا أعلنت المحاضرة حضر الآلاف، وإذا قيل نذهب نجاهد يذهب 3 4 يذهب 5. ما يصلح هذا الكلام، والله ما يصلح. أنت سني وتحب الله والدار الآخرة، تناوب أنت وأخ في قريتك، منكم 2 كل واحد يأخذ شهر، والله تسد ثغرة عظيمة وتنصر نصر عظيم. أنت شهر وصاحبك شهر، وتعاقبون عليها. 5 في قرية، 3 الشهر و3 الشهر، وهكذا. وكل إنسان يأخذ راحته وأيضا يقوم بواجبه الذي أوجبه الله عليه في الجهاد، ولو كان فيه شيء من المشقة. لكن والله ما في راحة في الدنيا أعظم من راحة ذاك المرابط الذي عنده الدبابات وعنده يعني القذائف من عند رأسه. والله ما في راحة أريح من ذاك المكان. وأنت في داخل المترس، صاحبك هنا جالس وهو يحرسك ويدري أن العدو الآن سيأتي، وأنت تنام بجانبه ومرتاح. هنا لو أن أحد طلق عليك طلقتين إلى البيت ما جاك النوم، وتظل طول الليل ما يجيك النوم أبدا. وهناك مدافع ورشاشات وهاونات وبجانبك، وتنام مرتاح في غاية من الراحة، في غاية من الأخوة، وفي غاية من المودة. وأنت ترى أنك إذا مات الميت ترحله مباشرة إلى جنة الله بإذن الله سبحانه وتعالى. والله ما نتأثر على الذي يموت أبدا، أن نرى أن ندفنه بثيابه، وأن نعتقد أنه يدخل بإذن الله وبتوفيق الله فيما نحسبه الله حسيبه من هذه الحفرة مباشرة إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ولو مات هنا لرأيتنا نبكي عليه ونأسف عليه، لكن هناك ما نأسف عليه، نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أصيب المصاب ما يجد من الألم مثل ما يجده غيره، من كثرة من يدعو له، ومن كثرة من يترحم عليه ويستغفر له ويسأل الله له رفعة الدرجات بما يصيبه. فيا إخواني، هذه فرصة واجب جهاد في سبيل الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربما أنت تظن أن المسألة فيها شيء من المشقة، وأن عندك أشغال، وأن باقي معك أمور، وقطع بينك وحيل بينك وبين هذه الأمور كلها بمرض يأتيك، فلا أنت من الذي أكملت أشغالك، ولا أنت من الذين ذهبت تعين إخوانك، فلا حصلت على هذه ولا حصلت على هذه. فيا أخواني، كل واحد منا يستشعر المسؤولية، إذا ما استطعت غدا بعد غدا. وأعمال الدنيا والله ما تكمل ولا تنفد، اليوم وغدا وبعد غدا وبعد غدا حتى تموت، وما تموت إلا في ذلك اليوم الذي قدره الله وكتبه. والله ما يصيبك شيء أبدا. وذاك الذي مات هناك في الجبهة ما بقي له ولا دقيقة. لو أن عندك هنا لركمت السيارة، ولا طاح من فوق بيت، ولا في بئر، ولا قتل صاحبه، ولا مات في الطريق وهو يمشي، ما بقي له وقت أبدا، ما لا إلا لتكل اللحظة، ما بقي له ولا دقيقة. كل شيء مؤجل، كل شيء مقدر. فالإنسان يعزم نفسه، وخاصة الرجل المستقيم ينبغي أن يكون عنده همة، ينبغي أنه يكون ناصر لدين الله سبحانه وتعالى. متى تنصر دين الله؟ لا دولة نصرت ولا أحد نصر، وأنت تتفرج مع المتفرجين أيضا وتسمع عن الأخبار. ما يصلح هذا، والله ما يصلح هذا. أولئك الذين هناك عندهم أعمال إذا كان عندك أعمال، أولئك عندهم أهل إذا كان عندك أهل. إذا كانوا يقولون والله نحن معنا أهل وسنذهب، خلاص أصيب قتل 2 وأصيب 4 وروحوا 4، وكان العدد 18. عدوا كم بقي في الجبهة؟ أقل من 10. أنا اتصل اليوم يقول لي قالوا روحوا علينا 4 من الأخوة. طيب عندهم أعمال ربما معذورين، لكن نحن ما نعذرهم هنا، نقول لهم ما أحد يذهب أبدا. الذي يذهب فار من الزحف، لأن في موقف
محرج. ما ينبغي للأخوة لهن أنهم يتفرجوا، وهذا يقول والله مغلق جوالك، وهذا يقول ليش ما تفتحوا الجوال بنتصل عليكم. يا أخي ما أريد الاتصال، الاتصال اتركه، ائتني بنفسك، انصر دين الله الحق. ايش تريد من صوتي؟ أنا أخبرك أنا بخير. أنا ولو كنت في فوهة المدفع ما بقول لك إني في شر. أنا أقول لك أنا بخير، وأنا بخير لله الحمد. إن قتلت ففي سبيل الله، وإن عشت ففي سبيل الله لله الحمد، ونسأل الله يديم علينا فضله. ونحن والله أننا نعتقد لو أننا بقينا ثلاثة، لو بقي في ذلك الجبل ثلاثة وما بقي غيرهم ينصرهم لنصرهم رب العالمين. ما نحن متوكلين على العدد ولا على العدة، إنما شيء وأوجبها الله علينا، نخاف من الإثم، ونخاف مما يلحقه من العواقب التي ستحول بنا إذا فرطنا. ربنا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. ثم ذكر في الآية التي بعدها مباشرة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله نصر نبيه عليه الصلاة والسلام وما معه إلا أبي بكر وهما في الغار. فالذي نصر محمد هو الذي سيقيم دينه وينصره. والله لو تخلى عنه جميع الناس، لكن والله أن من تخلى عن دين الله وأن من رأى أنه ما عليه واجب وهرب، والله ليلحقنه الإثم أين ما ذهب، وليلحقنه النكال من رب العالمين سبحانه وتعالى، والعذاب من رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن أراد الله عذابه من الذي يرده؟ من أراد الله النكال به من الذي يرده؟ فيا أخواني، أناس في حالة من يعني في حالة من حيث استقامتهم، ترى هذا مخزن ومدخن وحالته حالة وجالس في الجبهة مقاتل مناضل من أجل دين الله، وأنت مستقيم ما تقاتل، وأنت مستقيم ما عندك حرقة على الدين، وأنت مستقيم ما عندك هم لدين الله الحق، وأنت مستقيم ما عندك غيرة على عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. تذهب تنصر إخوانك وتنصر دين الله الحق، وينصر الله بك ما لا ينصر بعشرات الآلاف من الناس، بنا ينصر بعشرات الآلاف. الآن قد بقي الرافضة في حالة لا يعلم بها إلا الله من الهوان عند الناس، وبدأت تتكالب عليهم الناس من كل جانب. في حجة يتكالبون عليهم، وفي ميدي يتكالبون عليهم، وفي منبه قبل 3 أيام بدأت الحرب يتكالبون عليهم، ومن عندنا الجبهة، وفي كل مكان. الآن 4 جبهات من جميع الاتجاهات على الرافضة، وقد أصبحوا موهنين. لكن يا أخي إن أردت الأجر من الله والإكرام من الله فعاون بما تستطيع، عاون بما تستطيع. لا تكن كالذين قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. لا، هذا ما هو شأن أهل الإيمان. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله أعلم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فيا إخواني، نعد العدة جميعا ونستعد من يوم غد. نبدأ نظام لأنفسنا. من كان سني وعنده التقوى لله يذهب، ولو كان عندك جبن والله إن عندنا نوع من الجبن، ولو كان عندك شيء من الخور والله إن عندنا شيء منه، ولو كان عندك ما عندك يعني بصيرة بالحرب والله أن ما نعلم حرب ولا خضناها إلا هذه السنة، لكن الله هو الذي ييسر لك. ثق بالله وعلق أمورك بالله، وادعو الله أن يرزقك الشجاعة وأن يذهب ما في قلبك وأن يعينك على أمورك وأن ييسر لك هذا السبيل. وادعو الله تبارك وتعالى أن ينصر بك هذا الدين، لعل الله تبارك وتعالى أن يجعلك سبب لنصرة دينه وتدخل من هذا الباب إلى جنة الله سبحانه وتعالى. والله لئن مت ودخلت الجنة أنه أعظم فوز، أعظم فوز. الموت لا بد منه، لكن من مات منا والله ما ندري وين يذهب، وإن حسبنا صالحا ما ندري. لكن الشهيد قد شهد له رب العالمين وشهد له نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام للشهيد:
6 عند الله، يغفر له عند أول دفعة من دمه، والله أن هذا أعظم فوز. يغفر له جميع الذنوب عند أول دفعة من دمه، هو لا يزال على وجه الأرض، لا يزال أول ما تخرج أول دفعة من دمه يغفر له، ويرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة ولا يزال بين يديك، ربما ما دفنته ولا حملته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويؤمن من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. عذاب القبر ما في عليه عذاب، والفزع الأكبر يوم القيامة ما له منه شيء. ويلبس تاج الوقار، ويشفع في 70 من أهله، ويزوج ب72 من الحور العين. أي فوز بعد هذا؟ أي نعيم بعد هذا؟ إذا لماذا نتقاعس يا أخواني؟ لماذا نرجع إلى الوراء يا أخواني؟ أولئك يتهافتون على الموت تهافت، وهم على الشرك وهم على الكفر. وجدنا في المتارس الأولى التي وصلنا إليها سب أبي بكر وعمر والصحابة جميعا، وهو في المتارس يقرؤونه ويتعلمونه دين. وذهبنا إلى المتارس الثانية في الغزوة الثانية، وجدنا نفس الأوراق وزيادة عليها وسب أبي بكر وعمر والصحابة داخل المتارس تعلمونه دين. انظر على كفر وعلى زندقة يموتون عليها، ويموت أحدهم مثل الكلب على هذه العقيدة الفاسدة في سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكلام حسين بدر الدين لا رحمه الله ولا غفر له، أنه يقول أن كل ضلال أصاب الأمة أنه بسبب الصحابة. كل هذا في داخل المتارس، وجدناه في داخل متارسهم، ومع هذا يموتون على ما هم عليه من الباطل ومن الكفر والزندقة. وفي اليوم الواحد في كل غزوة يموت منهم العشرات، وربما وصلوا إلى 50، وربما ما يموت منا إلا الواحد. في أكبر غزوة مات منا 12 أو 13، أكبر غزوة غزيناها، وهم يموت منهم العشرات والعشرات، ومع هذا يتهافتون على الموت. نحن أحق والله، نحن أحق والله. الموت سنموته جميعا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الشهيد ما يجد من مس القتل إلا كما يجد أحدنا من القرصة. انظر القرصة يعني من اللسعة، ما يجد من الموت إلا كما يجد من اللسعة. والله أنها نعمة عظيمة، أن الموت له سكرات وله غمرات. اهرب من الموت إلى الشهادة، اهرب من الموت الذي فيه السكرات من أجل أن تستشهد في سبيل الله، وتجد ما يجد ذلك الرجل من القرصة. والله أنها نعمة عظيمة. وتؤمن من عذاب القبر، ولا تسأل في قبرك. وإن مت مرابطا ولو لم تقتل، إذا مت مرابط في ذلك الجبل ولو لم تقتل قتلا، يجري عليك عملك الذي كنت تعمل. يعني صلاة الظهر مكتوبة لك، والعصر والمغرب والعشاء وأنت ميت، واليوم الثاني والثالث والرابع، وقراءتك القرآن تكتب لك في كل يوم كأنك حي، واليوم الثاني حي، واليوم العاشر حي، وأنت ميت. وتؤمن من عذاب القبر، ما يسألك رب العالمين، ما تسأل من قبل الملائكة في قبره، ما يقال لك لا من ربك ولا من دينك. تؤمن من فتنة القبر ومن عذاب القبر. فهذه نعمة من الله، نعمة من الله. فيا إخواني، أنا لنفسي ولكم ناصح، والله لولا أني بهذا الجراح ما بقيت عندكم يوم واحد، والله ما بقيت عندكم يوم واحد. فيا إخواني، نتق الله جميعا في أخواننا. عندنا أشغال، عندهم أشغال، عندنا أسر، عندهم كذلك، عندنا أمهات، عندهم كذلك، عندنا مشاكل، عندهم أعظم ربما مما عندنا. نتق الله في إخواننا، ونتق الله في دين الإسلام، نتق الله في دين الإسلام جميعا. الذي حضر والذي ما حضر يبلغ أن نتقي الله في دين الإسلام، وأن نبادر، وأن نساعد. استغفر الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياه جميعا يا أخوان. الفتنة وصلت، وكل إنسان يعمل جهده. نسأل الله الثبات على دينه. نسأل الله الثبات على دينه.
ولا والله انها مؤامره على الكتاب والسنه الى انحاء العالم. لا اله الا انت. أعطهم شاي يا عمر. أعطهم شاي. أنا أستاذن.